طارق بروف رئيس حزب الحاقد السوداني يخرج بتصريحات نارية ضد المغتربين أو الجنغو كما هو دائما قائل. وتم تعيين طارق بروف رئيسا لحزب الحاقد السوداني للمغتربين بخريف ربيع الأول جماد، وهذا بسبب وقوعه في هب فتات لمدة 5 سنوات، وجاء المغترب سرق منه حب سنينه المدد. بسبب هذا المغترب الذي أتاك الغدر وسرق منه حب 5 سنين مدد، دخل طارق بروف في موجة من الغضب وصدمة نفسية مروعة. لذلك يقوم طارق بروف بمهاجمة المغتربين بأسلوب فاتك لأرحام الأمهات. والله المغترب اللي أكلت من طارق بروف اللقوها حركتك ما دي السيس، خلت لنا الزول تايه وسط الزرع. عذرا هنالك مكالمة هاتفية. الو ما منو يا زول؟ انت قال البرنامج ده شارع ولا شو؟ دايما قطع كده توش. انت منو؟ من انت؟ مع طارق بروفة استار شخصيا صورة وصوت شيخ الجنغو كويس. تقع فيك هيطة بركت الله قال وقع في هفتة دي إشاعة فوقوها جنغوليبيا المستطيل. ايوه يعني جنغوليبيا هم الفكوا فيك الإشاعة. لا إشاعة ما شاء الله يعني تناسبك. وانت هسي رسالتك لجنغوليبيا شنو؟ شنو عايز ترسل لي من البرنامج ده مباشرة كده الهواء مباشرة كل الناس بتسمعك يا استاذ طارق؟ انا رسالتي لجنغوليبيا احسن يجوا راجعين السودان والله، بدل يقعدوا هناك في الساحل واحد لما تجيبوا بواسير ويمشي يشتغلوا نظافة للعصافر بتاع الليبيين. تلقى الواحد شغال نظافة لعصافر الليبيين، اخير يجي يقعد في السودان هنا يشتغل يطلع له شوال بتاع تيبش ولا قنطار بتاع قطن واحد اموره تظبط. كلامك ده طلس يا زول، انه كونه جنغوليبيا يشتغلوا نظافة عصافر للليبيين. كلامك ده كذب غير صحيح. ارجو منك ادم الاساءة استاذ طارق للمرة الثانية. والله كلامي ده جد. يقعدوا ينظفوا للليبيين عصافرهم ويقعد الواحد تلقاه بوسنجر يجي للليبيا يغني له داير يفرق له يقول لك كل زول بزوجة بتاعه الا انا ما عندي مرة ليه بس كده بس كده بس. والله رسالتي للمرة الثانية جنغوليبيا ديل احسن يجوا ويشتغلوا ان شاء الله الواحد يترزق له بشوال تبيش اموره تظبط. انت ما ذاتك كنت من جنغوليبيا، كنت جنغاوي من الدرجة الأولى. والله جد قال ليبيا انا عمري ما مشيت ليبيا. انا جوازي ده ابيض ما فيه ختم ذاته. عمري ما مشيت ليبيا يا اخي. انا دار اقول لك حاجه، ليبيا دي لو جاتني في المنام انا نايم كده حلمت بانه انا ركبت التاتشر ماشي ليبيا، يشهد الله بنوت فوق وان شاء الله ثاني سنه ما بنوم. قال مشيت ليبيا قال. يعني نكرت انت ما مشيت ليبيا. خلاص نصرف البرنامج. جنغو السعودية برضو طلعوا لك فيديوهات انت كنت شغال رايبل في السعودية. والله يا حبيبنا السعودية دينا الا مشي لها حج والله عمره خير كده تاني ما في طريقة. هم فاضيين من الرئيس لآية افرو كويس ورجال كبار صوريني والله فاضيين من حفلات ايمان الشريف كويس. فاضيينهم من حفلات ايمان الشريف والله فاضيين من البنات من الرقاد في الميديا للبنات. ياخد ناس دي لو لقوا لهم طرحه بيرقدوا السلطه. عشان كده انا من هنا اناشد اي بيت موجوده في السودان عندها حبيب منتظرها وقاعد في السعوديه، والله اللي تمشي تاي تشوف ودام ما لقيت تكسر فهم ولا لقيت يحرك حطب ذاك تتزوج ساعه اخر لا من تقعد تنتظر 17 ولا 18 سنه من مغترب السعوديه ده امورها حيموت ساعه. استاذ طارق لا اسمك اوزر انقطع الاتصال. اتلغى في ساعة خير يا بروفة ستار في الميديا ما في هزار، في البنية مقدار طارق لأي زول.